وعلى رأي مصطفى الجن بعشق انا العباية السوداء. عيب عليكم بقى، ما تلموا نفسكم، ده انا بنت منطقتكم. يعني ايه بنت المنطقه؟ وبعدين يا بنت المنطقه كل يوم تنزل وتطلع في نفس الوقت ده، احسبها ايه انا؟ وبعدين ما يخصكش، اطلع انزل ما يخصكش. انت ما عندكش اخوات بنات؟ لا عندنا اخوات بلاستيك وزمانهم صحوا في الحر اللي احنا واقفين فيه ده. لا انتوا شكلكم قلات الادب، وانا مش هتعب نفسي معاك وانا همشي. في رعايه الله يا سنيوريتا. بقول لك ايه، انا مش جاي معاك الطلوع والنزول بتاع البيت اللي انت شايف ايه. ولا انا يا اخويا، تعال نروح نشوفها بتعمل ايه. خلاص بقى انا كده بعدت عن البيت، الحق غير عشان اروح الشغل. ايه ده؟ طب ما انت حلوه اهو، الكلام على تيشيرت وبنطلون. لو هو بيدفع 500 فانا هدفع 1000. تدفع 1000 ايه؟ انت فهمتني غلط، ده انت عبيط. هات كده اوعى. وبعدين يا بيسو بقول لك ايه، شفت البت وهي بتغير في الشارع؟ هنعمل معاها ايه؟ لا نعمل معايا دي سيبها لي انا. وبعدين في قفله الكلام احنا نروح دلوقتي على المنطقه وهنستناها وهناك يحلها ربنا. تعالى. معلش يا سلمى ان انا اتاخرت عليكي. لا عادي ولا يهمك، بس مال وشك مخطوط كده ليه؟ زي ما انت عارفه باجي الشغل والشباب راحوا رازوني وشافوني وانا بغير وتقريبا فهموني غلط. بص ما تقلقيش، انا اعرف واحد جدع قوي اسمه مزيكا، هاخدك ليه يروح معاكي المنطقه. انت تعملي فيها معروف وتيجي توديني ليه؟ يلا بينا. خير يا عم، نازل رن عليا، ايه اللي حصل بقى؟ لا مؤاخذة والله يا اخويا كبير، كنت عايز منك بس 1000 جنيه عشان رايح الدرس ومعيش فلوس هدفع له، وانت عارف ان انا قاعد من الشغل اليومين دول. 1000 جنيه بس؟ يا دي احنا اخوات يا دي عبيط يا وانت يا ما شلتني وقت زنقتي. مزيكا كنا عايزينك دقيقه واحده. ماشي انا جاي لكم، روح. هبعت لك ال1000 جنيه على الكاش دلوقتي حالا. روح انت وهتلاقيهم وصلوا لك. ماشي يا اخويا، تسلم زي الفل. خير يا سلمى، في حد ضايقك ولا حاجه؟ لا مفيش، صاحبتي وقعت مشكله كنت عايزاك تساعدها. صاحبتك؟ تعالي. ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اسمك ايه؟ اسمي شروق. شروق؟ شروق باين عليها ان هي 100 راجل شغاله في طلبات، يبقى هي اللي بتصرف على نفسها. ايوه. ايه اللي حصل ولا ايه اللي جرى معاكي؟ هم شباب المنطقه دايما بيرازوني وشافوني النهارده وانا بغير في الشارع وخدوا فكره عني وحشه. بص اقول لك على حاجه، انت بنت 100 راجل، هم ممكن يكونوا غلطانين بس انت غلطانه اكبر، لان انت لو بتغيري ما بتعمليش حاجه غلط تنزلي من بيتك بلبس شغلك عادي، لكن اوعي تغيري في الشارع. اتفقنا؟ اتفقنا. وانا هاجي معاكي، السبب في ان انا اقابلك دلوقتي ربنا ثم انا، ما تقلقيش الحوار هيخلص النهارده ان شاء الله. خلاص يا سلمى، روح انت وانا مش هستفرد بيها. روحي يلا يا ستي، تعالي وريهم. اطلعي انت فوق يلا. ايه ده انت بجحة قوي وكمان جايباه معاكي. بقول لك يا اخويا، لو انت بتديها 500 فانا هديها 1000. صلي على النبي يا اخويا، مين اللي يدي لمين؟ دي زي اختي. وبعدين اللي انت ما تعرفوش ان هي جت حكت لي على كل حاجه. كل اللي انا عايز اقوله لك ان البنت ديت قاعده لوحدها، فعشان كده بتنزل تغير هدوم الشغل عشان ما حدش يبص لها بنظره وحشه، او حد يعرف ان هي شغاله او محتاجه جنيه، لكن انت ما شفتهاش بالنظره دي. وعايز اقول لك على حاجه واحده بس، انا عايزك تخاف من اللي خلقك، لان كما تدين تدان. وانت تطلع مين بقى يا عم الشيخ؟ انا ولا شيخ ولا حاجه، انا واحد اسمي مزيكا. هي جت اشتكت لي ايه اللي بيحصل عندها في المنطقه، فجيت احل لها عشان خاطر انتوا زي اخواتي. بقول لك انا مش مقتنع بكلامك، وهقتنع بيه بس بشرط واحد. هي ايه يا اخويا الحاجه اللي انت عايز تقتنع بيها؟ هقتنع بشرط واحد، ان الناس دي لو قالت لك انت على حق يا مزيكا